أخيرا عرفت سر الماربل كيك بالكافيات وكيف كذا ملونة لذيذة وبطريقة سهلة جدا ومكونات متوفرة بكل بيت بإذن الله. راح نحتاج 3 بيضات وأكيد نحط ضروري فوقها فانيلا عشان الريحة. لو فانيلا سايلة أكيد بتكون ألذ، بس أنا ما كان عندي باودر. بعد كذا 3 4 كاس سكر ونخفقهم مرة كويس لحد ما تبيض، لحد ما نوصل لهذا الشكل. بعدين نضيف باقي المكونات السائلة اللي هي عبارة عن ربع زيت وكوب حليب ونخلطهم يعني على خفيف. بعد كذا نحط كاسين دقيق وملعقة كبيرة بيكنج باودر. طبعا ضروري ننخل الدقيق علشان نتأكد ان الكيكة تكون تمام وممتازة، لأن بعض أنواع الدقيق يكون متلبك على بعض أو ما أدري كيف أوصفها. المهم نخلطهم. بعد كذا نصف الخليط أخذته في وعاء ثاني وحطيت عليه ملعقتين كاكاو باودر وخلطتها. أهم شيء توصلون اللون الغامق يعني بالشوكولات، هذه الفكرة. بعد كذا بصينية عليها زيت أو ورق زبدة اللي تبغون، نحط يعني أكثر من طبقة. شايفين أحط كمية بسيطة وفوقها شوكولات، بعدين كيك سادة، بعدين شوكولات، بعدين كيك سادة، بعدين وهكذا. كثروا كل ما كثرت الطبقات. تقريبا كم أنا حطيت 5، ما عديتها بس أتوقع. شوفوا كيف صارت ملونة، يعني صارت فعلا رخامية يعني. ومرة الكيكة لذيذة وهشة، تجلس معاكم أسبوع لا يفوتكم بالعافية.